اهلا وسهلا بحضراتكم والف مبروك كارتيرون والف مبروك نادي الزمالك وعرض الاكل النادي الاهلي. طبعا بقول كارتيرون في الاول لانه نجم اللقاء وعريس القمه ال 120 للنادي الاهلي والزمالك. صراحه الراجل احترم النادي الاهلي جدا جدا جدا. قبل ما اكمل كلامي، لو مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. كارتيرون احترم النادي الاهلي جدا على خلفيه ان هو كان مدير فني للنادي الاهلي في يوم من الايام، وعارف عظمه وقيمه النادي الاهلي، وكان معاه لعيبه اقل من اللعيبه اللي في النادي الاهلي اللي موجوده دي حاليا، كان معاه لعيبه اقل منها بكتير جدا 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 مع احترامي للجميع، ووصل بيهم نهائي دوري ابطال افريقيا وكان هياخد بطوله افريقيا. صراحه مدرب محترم ومدرب بيعرف ازاي يلاعب الفرق الكبيره، يعني في الماتشات الكبيره تلاقيه لعب بنادي الزمالك على الهجمه المرتده، لعب بنادي الزمالك على الهجمه المرتده، وقف لعيبته صح، بقى يقطعوا كور صح ويسلموها لاثنين من امهر اللعيبه اللي بيحطوا الكره تحت رجليهم، ساسي وبن شرقي، وبيوزعوا الكور لزميلهم. بتلاقي الهجمه مجرد ما تتقطع 5 لعيبه طايرين على الاجنحه وفي نص الملعب، وعارف ده هيجري ازاي ومين هيباصيله وهيباصيله ازاي وهيباصيله فين وامتى. دي مش نتيجه لعب عشوائي، لا ده نتيجه تدريب، وفعلا كارتيرون نجح في النقطه دي، بدليل ان الزمالك راح 4 مرات ب4 هجمات جاب 3 اجوان في النادي الاهلي، والنادي الاهلي راح 20 مره على المرمى وما جابش الا جون واحد. هتقول لي التحكيم، هقول لك التحكيم عليا وعليك وعلى اي فرقه بتلعب في الدوري. الحكم ادى انذارات لعيبه النادي الاهلي كتير، وكان في زيها لنادي الزمالك ما اداش، خصوصا طارق حامد، وكما انه لو كان متقال له ما تديش الراجل ده انذار، لان لو خد انذار هياخد التاني ويطرد بعد ربع ساعه. ماشي، هتقولي ايه تاني؟ لا، اتكلم في الفنيات بتاعت اللعب، اتكلم في ان فايلر هو كان مقصر مع النادي الاهلي في تشكيله النادي الاهلي وفي خطه لعب النادي الاهلي. اتكلم عشان تعرف اخطاء النادي الاهلي عشان ما يقعش فيها قبل المباريات الافريقيه اللي جايه. النادي الاهلي بيلعب بمحمد هاني جناح. طب انت لما تلعب محمد هاني جناح المفروض ترمي عليه واحد من خط النص على الناحيه اليمين يغطيه في الناحيه الهجوميه ضدنا لما الكره تتقطع. ده ما كانش بيحصل، ده ما كانش موجود. انا لما لاعب باك رايت واخليه طاير لقدام على طول، يبقى المفروض انا بغطيه بلعيب من خط الوسط مكانه اثناء الهجمه المرتده اللي عليه، وده ما كانش بيحصل. كنا بنلاقي شارع مفتوح في النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، اللعيبه خارج مستوى الخدمه. لعيبه النادي الاهلي جيراردو، اجاي، لعيبه كتير جدا خارج مستوى الخدمه نهائي. ولما يجي يعمل تغييرات يعني محمد مجدي قفشه ده بيدور على الكوره في الملعب، ده انا مش شايف له دور في الماتش، دور ثابت، مش شايف له دور اساسي. عند فايلر مع صالح جمعه، وهو الوحيد اللي بيعمل الدور ده في النادي الاهلي، والنادي الاهلي طلع بتصريحات وقال اللعيب التزم وبقى زي العجينه في ايد المدرب، وهو يصر على انه ما يلعبوش. الموضوع ده موضوع تاني خالص، موضوع عايزين نفهمه، عايزين له تفسير، عايزين له مبرر. وطالما المدرب خد حقه في الاول، فايلر مستر فايلر خد حقه مننا ومن جميع الناس ان هو مدرب كويس، وان هو طلع لعيبه، وان هو عمل تدوير، وان هو خلى الفرقه كلها جاهزه، تقريبا الغرور تملك منه وبقى في قرارة نفسه مش عايز اي نصيحه من اي حد. بس لما تيجي على حد وتظلمه ربنا لازم يعاقبك ازاي بقى؟ الاثنين السرد باكين اللي انت حاططهم دول لازم يتحط وراهم ليبرو، لان دول كوارث. الاثنين دول بيعملوا لك كوارث. ايمن اشرف ده بيخش على اللعيب من نص الملعب بيقع، يعني دخل على بن شرقي من نص الملعب بيلتحم بيه بيقع. والكابتن ياسر ابراهيم الكوره مرفوعه ومصطفى محمد ظهره للجون، وياسر ابراهيم وشه للملعب، يعني شايف الكوره جايه ازاي ورايحه فين وهتروح فين. ومصطفى محمد يستلم، استلمها صح، استلمها بمهاره عاليه، استلمها على صدره والكوره عليت منه. كابتن ياسر يقول لي ده بيبعد عنه. طب انت بتبعد ازاي؟ انت بدل ما تقفل عليه الخطوتين اللي قدام عشان مساحه الشوط تقل وما يعرفش يشوط، بتبعد انت توسع له عشان تقول له اتفضل شوط براحتك. ربنا بيعاقبك بكوارث زي دي، ان انت ما تكونش عامل حسابها خالص. الجون الاولاني بن شرقي لما انطلق من ناحيه اليسار، ياسر ابراهيم مش عارف يخش عليه، عمل له كده، يعني خرجه بره اللعب وطلع بالكوره ولعبها بالعرض، دخل زيزو حطها
جوه الجون تحس ان الجون فاضي ما فيهوش حد. صراحه الاثنين سيرد باكين اللي هم في النادي الاهلي او دفاع الاهلي عموما خارج الخدمه نهائي، والمفروض الاهلي يخلي باله من النقط دي لانه داخل على ماتشات مهمه وما يعتمدش على انه سابق الفرقه كلها بفارق نقاط كتير. دي النقط اللي انا كنت عايز اتكلم فيها في مباراه الاهلي والزمالك، وتحليلها بسيط جدا لان نادي الزمالك لعب دفاع واحترم النادي الاهلي ولعب على الهجمه المرتده ونفذها صح وجاب 3 اهداف. النقطه كمان الاخيره بقى اللي انا عايز اتكلم حضراتكم فيها، اللي انا ناديت ان لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الزمالك لازم يطعموا الفريق ده بالناشئين عشان تلاقي فرقه واقفه على رجليها. كارتيرون مستر كارتيرون ادى فرصه للناشئ اللي اسمه اسامه فيصل ونزلوا النتيجه 2-1 والاهلي كان ضاغط، وفي الوقت ده معنى كده ان هو يعني مغامره، يا اما ينزل الناشئ ده يتحرق والناس ما تشوفش لانه منزله لوحده، لكن لو كان منزل ناشئ معاه 3 4 ناشئين من سنه وفاهمين لعب بعض مش هيبقى متاثر ومش هيبقى عليه ضغط، هيبقى حاسس كده ان الرهبه اتشالت وانه زيه زي زمايله في الملعب. لكن هو نازل ونزله فعلا، نزل اسامه فيصل وعرف يجيب الجون الثالث. بس الجون الثالث ده صراحه انا بحسبه له نجم. الراجل عمل الغير متوقع في الكوره، المفروض هو منطلق من الناحيه اليمين كده بيشوط في الزاويه البعيده وزي ما تيجي تيجي، الراجل رقص الدنيا كلها ورقص الناس كلها وقام لعبها بكل بساطه عرضيه كده للراجل اسامه فيصل اللي جاي لوحده خالص، مفيش اي حد بيتفرج عليه حتى في الملعب، وبيحطها ببطن رجله، بيبقى الهدف الثالث لنادي الزمالك. وقلنا ليه النادي الاهلي عنده لعيبه شادي رضوان ومحمود صابر وحمزه علاء وعربي بدر بيجيبوا يقعدوا على الدكه ما بينزلوش. ليه؟ ليه هتنزل اللعيبه دي امتى؟ ده انت فارق في مباريات الدوري بعدد ابناط كبيره جدا. لاعب الناشئين يستفيد بيهم. النقطه بقى اللي انا عايز اتكلم فيها وهي اهم نقطه في اللقاء، الناس لما هاجمت مستر كارتيرون على انه ريح اللعيبه في ماتش اف سي مصر عشان يقابل بيهم النادي الاهلي، ومستر فايلر نزل كل لاعيبته وكل اوراقه في المباراه اللي فاتت، مع انه في غنى عن اي 3 نقاط في الدوري. وبطوله الاهلي والزمالك او مباراه الاهلي والزمالك دي بتعتبر بطوله خاصه وفعلا مؤثره بين الجماهير. مستر كارتيرون ريح الناس وريح العناصر ووفرهم للماتش ده. مستر فايلر لعبهم واجهدهم واصيبوا وما بقاش عنده ليبرو، ويعني ما بقاش عنده كمان دكه يتسند عليها. لو بصيت لدكه نادي الزمالك هتلاقي عنده فريق تاني غير الفريق اللي في الملعب، لو بصيت لدكه النادي الاهلي هتلاقيه مش مكمله ان هو يعمل تغييراته. مره تانيه ببارك لنادي الزمالك وهارد لك للنادي الاهلي. نادي الاهلي انت كبير وعظيم وماتش مش نهايه الدنيا، بس اللي ما يتعلمش من اخطائه ويعالجها هي دي هتبقى نهايه الدنيا. والف الف شكر. دي بداية أهداف نادي الزمالك كورة ولا أروع من أشرف بن شرقي بيلعبها بعرض الملعب، بيخش أحمد سيد زيزو بيحطها في سقف الجون وبدون أي مشاركة من لعيبة الأهلي أو مضايقة من الدفاع. وعلى فكرة الكورة دي لا يسأل عنها محمد الشناوي لأن مفيش أي مدافع مع أي فرود من فراودة نادي الزمالك اللي طالعين بالكورة صح من نص الملعب لغاية أما حطوها جوه الجون. بص الكورة بالعرض برازيلية. وهنا الجون بقى التعادل بتاع ياسر إبراهيم، دربكه قدام مرمى نادي الزمالك وبتتحط جون التعادل وبيرجع الاهلي للمباراه بنتيجه 1-1. والغريب هنا ان محمد هاني بيتخانق على انه يرجع الكوره بسرعه، ولو كان هيعرف اللي هيحصل ده متهيألي الله اعلم كده ما كانش اتخانق على انه يرجع الكوره. بص الغريب هنا بقى ياسر ابراهيم بيعمل كارثه في الكوره، انه بيبعد عن مصطفى محمد اللي ظهره للجون وهو وشه للملعب وشايف الكوره جايه ازاي وبيستلمها منه بالطريقه دي وبتتحط وبيبعد عنه 3 خطوات بدل ما يتقدم 3 خطوات كما لو كان بيساعده انه يشاركه في احراز الهدف. كارثه من ياسر ابراهيم ما يعملهاش اي سيرد باك ان هو ياخد المهاجم في حضنه، لا ده سايبه وبيبعد عنه كمان بيقول له اتفضل هات الجون براحتك خالص، وبيشوط ولا يسأل عن الشناوي. هنا ونجم بصراحه رقص الدنيا كلها على اساس ان المفروض ان هو بيشوطها جوه الجون ووشه للجون وبيرقص الدنيا كلها، وبيدخل اسامه فيصل بصراحه بيحطها بكل ثقه وكل اقتدار، مع انها المباراه الاولى لمباراه قمه بين نادي الاهلي والزمالك
بس بيدخل على الكوره بعد التمريره الرائعه، بيدخل بكل ثقه كما لو كان دي 10 مباراه قمه يلعبها. مبروك لنادي الزمالك.